السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، صباح الخير على حضراتكم جميعا. ما تنسوش أول حاجة بنبدأ بيها الفيديو بتاعنا إن انتوا تصلوا على النبي في التعليقات، ودعواتكم لأحمد رفعت وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا، ودعواتكم لإخواتنا الفلسطينيين إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم، اللهم آمين. ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله، ودعمكم لينا باللايك والشير. هتكلم مع حضراتكم النهارده يا جماعه عن مارسيل كولر، حلقه بعنوان مارسيل كولر اليوم يستحق مننا كل الدعم والاشاده بيه. الراجل ده له كل الدعم مننا. النهارده هتكلم معاكم عن مارسيل كولر، وان شاء الله باذن الله من بكره لحد يوم الجمعه مباراه الاهلي وبيراميدز، اللي هي مباراه القمه داخل الدوري المصري، اللي هي بالفعل يا جماعه مفيش مباراه قمه غيرها، عشان محدش يقول في مباراة قمة تانية. الموسم الحالي اللي احنا فيه مباراة القمة حاليا ما بين النادي الاهلي وبيراميدز، مباراة الوصول للدوري. بصراحة وجهة نظر اي حد عارف ان اللي هيكسب المباراة دي هيحسم البطولة. تعالوا يا جماعة نروح لبعض ارقام مارسيل كولر، الراجل اللي بيصنع تاريخ داخل النادي الاهلي. على الاقل خالص من اول ما ابتدينا نلعب مؤجلات، النهارده نادي الاهلي بيلعب 12 مباراه لحد مباراه امبارح اللي هي بتاعه طلائع الجيش، والحمد لله قدرنا نكسب 2-0. لعب 12 مباراه، مارسيل كولر لعب 12 مباراه، قدر يكسب ال 12 مباراه على التوالي، وقدر يحصد ال 36 نقطه بالعلامه الكامله 100%. كمان يا جماعه قدرنا نسجل 30 هدف واستقبلنا 7 اهداف. دي برضو ارقام فنيات كلها من المدير الفني، لان برضو اللي هكلمكم فيه ان الراجل ده يا جماعه بيقدر يعمل عمليه تدوير للاعبين في حال ان المباراه مقفوله، ما عندناش حلول سواء كان بالتغييرات او بتغيير اماكن اللاعبين داخل الملعب. بيقدر يعمل عمليه تدوير للاعبين داخل الملعب، او اللاعبين اللي بينزلهم من بره علشان يقدر يكون في حلول للمباراه. ده كله تكتيك يتحسب للراجل، عشان برضو وجهه نظري انا عن نفسي ده افضل مدير فني. دي وجهه نظري انا شخصيا، انا شايف ان ده افضل مدير فني على الاطلاق شفته في حياتي بصراحه. ليه؟ راجل عنده فنيات عاليه. كلنا شفنا قبل كده بدل المباراه 10 مباريات ومباريات كتير قوي ما بنقدرش نحل، سواء بينزل تغييرات او بيغير اماكن اللاعبين داخل الملعب، بيقدر يكون في حلول. ودي كلها حاجات بتحسب للمدير الفني. كمان يا جماعه اللاعبين ربنا يحرسهم الحمد لله مع المدير الفني والجهاز المعاون، مفيش اصابات، ان شاء الله يكملوا على كده، وباذن الله ربنا يبعد عنهم الاصابات. في حاله تالق وفي حاله لياقه بدنيه وتفوق بدني على جميع الفرق اللي بنقابلها وفرق الدوري المصري، على الرغم من ان احنا بنلعب كل 48 ساعه او 72 ساعه، ولكن برضو عندنا الحمد لله بفضل الله تفوق بدني. ده كله بيرجع للمدير الفني برضو والجهاز المعاون اللي معاه. اللاعبين في حاله تالق، اذا كان اكرم او وسام او امام او شوبير او السوليه او عمر كمال او كريم فؤاد، جميع اللاعبين علشان ما نقعدش نذكر اللاعبين ونطول على حضراتكم. كمان عايز اخدكم لنقطه يا جماعه، عشان برضو انا من ضمن الناس اللي اتكلمت قبل كده ليه ما بيشاركش الدبيس، ليه ما بيشاركش كريستو، ليه الراجل ده برضو رؤيته الفنيه يا جماعه ان لو انت لاعب ملتزم، عندك التزام، مستواك كويس، تقدر تثبت نفسك، هتكون متواجد في التشكيله الاساسيه لكل مباراه. ولكن تراخيت، قصرت، فانت قصرت في حق نفسك دايما. تمام، انت مهتم وملتزم وشايف نفسك على اكمل وجه وبتثبت نفسك وبتموت نفسك، بيكون ليك مكان في التشكيله الاساسيه. وهلخص لكم الكلام في ان انا معاك في حاجه واحده بس، هات لي تريكه الراجل ده ظلمه او قعده، ساعتها هبقى معاك
وساعتها هقول الراجل ده غلطان وظلم. يعني لو في تريكه الراجل ده مقعده مقصر، او تريكه عندنا تريكه والراجل ده مقعده، يبقى الراجل ده بيظلم. بصراحه مارسيل كولر لو فضلنا نتكلم عنه مش هنوفيه، بس عشان الوقت بتاع الفيديو. ان شاء الله باذن الله يا جماعه ربنا يوفق النادي الاهلي باذن الله ونحسم الدوري، ويكون حسم الدوري من مباراه يوم الجمعه. وهكون معاكم من بكره باذن الله على بعض الفنيات وبعض اللاعبين ونقاط الضعف والقوه في النادي الاهلي ونادي بيراميدز، والنقاط اللي نقدر نشتغل عليها. ده طبعا وجهة نظري مش وجهة نظر مدير فني، ولكن ان شاء الله هنوضح بعض نقاط الضعف اللي عند بيراميدز بالاخص اللي نقدر نشتغل عليها تكتيكيا. تحياتي لحضراتكم، ما تنسوش اللايك والشير ودعمكم لينا علشان نقدر نوصلكم كل اخبار النادي الاهلي والدوري المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.